بقى، بالحقيقه من ساعه ما الايفون الاخير نزل وفيه هجوم غريب من الموبايلات في السوق، والمره دي مع الاوبو فايند اكس 9 برو المره دي بقى مع سيستم كاميرات غريب وبطاريه، هنشوف هنقارن والكلام ده كله. علبه الفايند المعروفه بقى لها سنين. ده جراب، ده جراب ابيض، جراب كده ليه ملمس وفي حاجات جوه غريبه. المهم بقى الموبايل نفسه بقى، الله اللون ابيض خطير، بس هنجيله دلوقتي. بيجي معاه شاحن 80 واط في العلبه، شاحن سريع جدا مع يو اس بي سي اكيد. نرجع الموبايل، ما طولناش والله. شكله ابسط ما يكون، لون ابيض في سيلفر، حلقه كاميرات واضحه، بس خد بالك الكاميرات هنا قصه، في سنسور هنا كبير لو انتوا واخدين بالكم بتاع الزوم، هنجيله دلوقتي وهنقارنه بالايفون وحاجات كده. شكل الازرار، وفي زرار شاتر هنا لو واخدين بالكم زي اللي موجود في الايفون، برضو زرار السايلنت نفس القصه. خد بالك الموبايل ده كبير، موبايل حجمه كبير كده في الايد وشاشته كبيره، عامل زي الايفون الماكس كده، بس طبعا اخف من الماكس بكتير، وبطاريته اكبر 7500 ملي امبير، بطاريه عملاقه جدا. البصمه اللي في الشاشه فيها سريعه، والانيميشن بتاعها ميه كذا بتاع الاس 3 لو فاكرين، بس اسلس طبعا كتير ما بيعملش البوع. بس الحقيقه المهم في القصه دي هي الكاميرات. الموبايل ده جاي بسيستم كاميرات مرعب، 50 ميجا بكسل مع فيديو بيوصل ل 4K 120، لدرجه ان هم عملوا له لينس كبيره قد كده بتيجي في نسخ تانية يعني. المهم ان هو من غير لينسات برضو اداء الكاميرا فيه خطير جدا. الكاميرا هنا بالتعاون مع حاسل بلاد، وبتطلع صور تفاصيلها حقيقيه ومريحه للعين، وفي دبس وعمق كده في الصوره عشان السنسور كبير. دي مقارنه كده كنت معدي في الشارع سريعه مع الايفون 17 برو. تصوير الفيديو بقى ومقارنته والبطاريه والاداء والكلام ده على يوتيوب يا باشا، في الفيديو الكامل.